طبعا الشكل والطبق بيتكلم عن نفسه. حاجة كده اختراع. بصوا يا جماعة، شوفوا المنظر. ها، عرفتوا ده ايه؟ ده فسيخ بيتي. بس عايزة اقول لكم تحفة تحفة. تعالوا اقول لكم بقى عملناه ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت هنا البوري، تمام، وحطيت كده الخياشيم بس تحت الحنفية كده، مية جارية، بحيث ان انا انزل لو في بقى رملاية حاجة كده مش حلوة بتنزل مع المية الجارية معاها الخياشيم بس. تمام. وهبدأ هنا بقى ايه، انا هنا خلاص بيته على قماشة في المطبخ وغطيته بنفس القماشة. تمام. القماشة دي طبعا على طول كده في الباسكت، يعني بعد ما اخلص الموضوع بتاعنا ده كده في الباسكت على طول. هنا جبت بقى ملح. تمام. الملح بأكياس كده بنفضيه خشن كده، على معلقة شطة، على يعني نص كده كركم، مش عايزاه اللون الأصفر اللي هو يعني اللون الأوفر يعني. بصوا هنا يا جماعة، أنا عايزة أعترف لكم اعتراف. أنا بصراحة يعني عملته قبل كده بس كان فشل مني. تمام. او ما كانش الطعم اللي انا كنت مستنياه منه، زي بتاع بره مثلا. بصوا هنا بنشف كويس قوي بالمناديل المطبخ كده معايا، بحيث ان انا ما اخليش اي دم خالص، وبعمل له كده. بصوا بمسكها، بعمل في سخايه كده مساج، بطري اللحم كده بتاعها رايح جاي، وهنمسحها خالص كلها قبل ما نحطها في الاكياس بتاعتنا. وهقول لكم بصوا بضغط عليها من عند السلسله كده من ورا، بحيث انها تبقى اما تيجي كده افتحها الاقيها طريه كده معايا. نرجع بقى ان احنا عملناه قبل كده بس ما نجحش معايا، او ما كنتش واخده النتيجه المرجوه منه. المره دي انا قلت هعمله وان شاء الله كده، وسميت بسم الله كده وقلت هشوف الدنيا ايه. نجح معايا، هطلعه للنور زي ما بيقولوا. ما كملش خلاص، يبقى انا كأنك يا ابو زيت مغازين، مش مشكلة وخلاص. وحاجة عملتها وفشلت عادي، وارد يقول لنا نعمل حاجات وبتفشل مننا، ده طبيعي. بص بوقفها كده بحيث ان لو في اي بقايا من الدم بتنزل، وبرضه هنغسلها بقى، مش هنغسلها بقى بالمناديل كده، وهنمسح واحدة واحدة في الاخر خالص كده. بصوا كده هنا معايا، بضغط عليها كلها من فوق لتحت كده، وبنضيف كده. بصوا يا جماعة، هقول لكم على حاجة. في ناس طبعا مش بتحب الفسيخ، ده طبيعي، وبس بصراحة أنا مش بقدر أقاومه. أنا مش عايزة أقول لكم، أنا فتحت من هنا، يعني فتحته بالليل كده زي قبل ما أسجل لكم، وأكلت منه. ما بقدرش بصراحة أقاومه. هنا حطينا شوية ملح كده في الكيسة كده معانا. وهنا برضو خلاص كده ببدأ ايه، خلاص انا ببدأ الكمية اللي انا جايباها مرضتش برضو ازود قوي، لان انا مش عارفة الدنيا هتعمل معايا ايه. بدأت كده احشي الخياشيم كلها ملح على قد ما تقدري. احشيه جامد، يعني احشي الخياشيم جامد. الملح بالخلطة بتاعتنا، بالشطة اللي هي المادة الحافظة، بالكركم اهو. بصوا اهو. وبضيفه كده ايه، كل اجي احط واحدة والتانية عكسها، يعني الراس عند الديل وكده وهكذا. واروح برضو رشة كده معلقة كده على وش السمكتين بتوعي من فوق. تمام. ممكن وارد جدا انت ما تكونيش حابه يعني، بس بصوا يعني تيجي دايما زي ما تقول ايه، عاده بقى، زي ما الناس كلها متعوده. قبل رمضان الناس بتحب تاكل حاجه حادقه، رنجه او سردين او فسيخ. فطبعا انا فضلت قلت اجربه واشوف الدنيا هتعمل معايا ايه. لقيته ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه تحفه جدا جدا جدا. خلاص كان كده هغير المشروع، وهبقى فسخانيه بقى، وهنعمل فسيخ. ويلا وايه رأيكم في المشروع ده؟ يلا اللي بيحب الفسيخ يقول لي ايه رأيه. هنا بقى خلاص كده بقفل الكيسة كويس قوي، وبخرج منها كمية الهواء جامد جدا، وبلفها بالبلاستر اللزق كده رايح جاي. عارفة ما تكون بتكمري كده الحاجة عشان ما تحاولي ايه، يعني ما تخليش كده اي حاجة كده تدخل الهواء يفسد لنا الحاجة اللي احنا بنعملها. لحد ما خلصت الكمية بتاعتي باخدها بقى كده ايه، داير داير زي ما احنا شايفين كده بالبلاستر كده بتاعنا.
لحد ما بكمرها خالص وبسيبها في مكان مظلم يا جماعة من 10 ل 12 يوم، وتفتحي عليها بألف هنا وشفا في الشتاء. يعني جميلة جدا بصراحة، تحفة. يعني هي من 12 يوم 13 يوم كده بالظبط أنا فتحت عليه، وكان تحفة ما شاء الله، وكل أعجب بيه، وطعمه كان جميل وهايل جدا. زي ما احنا عارفين برضو في ناس تحب تعمله بقى ايه 10 يعني 20 رمضان عشان تبدأ تاكل منه في العيد. جميل، وحاجة بيتي، وحاجة انت عاملاها على ايديكي، وحاجة ضمناها. وهنا بقى جبت بقى الفسيخ بقى، وفرشت بقى المشمع بتاعنا كده، وبدأت أطلع اللفة بتاعتي، وسميت بسم الله، وقلت هنفتح ونشوف الدنيا عاملة ايه. طبعا هو ريحته كانت بتقول ان في حاجة حلوة، يعني بتقول فيها حاجة حلوة كده زي ما بنقول. جميل جدا مع بقى عيش البلدي بتاعك، وهاتي بقى يعني طاولة عيش وتعالي، وبصل وليمون، وجميل جدا. وهنفتحه واوريهولكوا كمان من جوه، وتشوفوا قد ايه كان زي الزبدة. ما شاء الله ما شاء الله عليه. يلا بقى عشان اللي عايز فسيخ يقولي وانا بعمل له. جميل جدا، واوفر وارخص طبعا من بره بكتير. انتوا شوفوا عارفين الاسعار، الناس اللي بتجيب فسيخ عارفه السعر بتاعه وصل ايه دلوقتي. فطبعا حاجه يعني انت عاملاها على ايديكي، وسمك مضمون ومعروف انت بتجيبيه منين. يلا لايك وشير معايا عشان نشوف الفسيخ الجميل ده عملناه ازاي. يلا ايه رأيكم؟ لونه تحفة تحفة ما شاء الله. يلا فتحنا بقى، جبنا الورق معانا. يلا هنفتح بقى ايه، غيرنا كده الورقة تمام عشان ما يبانش ان احنا عملنا اي حاجة ولا اي جريمة بنت علينا. طبعا مش عايزة اقول لكم مش هي دي الكمية، بس بألف هنا وشفا للي داق واللي اخد كده يجرب معانا عشان يقول لنا رأيه ايه. جميل قوي وتحفة بصراحة. يعني انا مبسوطة الحمد لله ان يعني ايه ان انا توفقت ان انا اعمله، لان احنا عندنا بصراحة ايه عشاق الفسيخ، ف يعني دايما بنستغناش عنه. في طبعا ممكن بقى ايه ناس تحب بقى، يعني برضو دي برضو بتاعتكم، تحب تلبس الجلافز. ناس بتحسش ان هي كانت فسيخ قال لما تاكله كده يعني بحاله على بعضه. دي بقى بترجع من واحد لحد، وألف هنا وشفا لكل واحد بيستخدم بطريقة هو بيحبها، ما نقدرش نقول له لأ عليها. طبعا هنا بقى بجيب المقص بتاعي وبفتح كده وبشيل الراس خالص، بستثنيها خالص، وبحاول كده اشيل احشائه كده الداخلية من جوه. ومش عايزة اقول لكم زي الزبدة ازاي وما شاء الله عليه ولونه. ومن بره اصلا هو بيلمع، يعني ما شاء الله السمكة من بره بتلمع محل بقى يعني. امال جوه بقى الفسيخة نفسها تعمل ايه؟ ف... فهو حلو قوي وما شاء الله. وبصوا يعني خلاص شلنا كده الاحشاء بتاعته، معانا بقى السلسلة بتاعته بقى خالص كده زي الزبدة، هو بيتشال معانا بكل سهولة. انتي لو انتي عاملاه بقى يعني وحابة تشيلي كده في التلاجة عادي على ما تتجمعوا وتاكلوا، بس عشان توقفي عملية التمليح بتاعته وما ياخدش حوض اكتر من اللازم كده. هنا يا جماعة ال 12 13 يوم دول يعني تاخدي منه ملح ايه وسط جميل جدا. بصوا هنا يعني ما شاء الله كده كله يعني تحسي ان هو يعني فيه كده دسامة. هو فيه دسامة طبعا، في حتة وقعت في ايديا طبعا مش هسيبها كلها على طول. يعني انا مش بصراحة، انا يعني بحاول كده يعني امسك نفسي كده في ان انا ايه يعني استرنا شوية على ما اخلص اللي في ايدي واكل بقى براحتي. طبعا هنا هو ما شاء الله برضو هي يعني هو المناسب قوي انك تجيبي وزن كمان. اللي بيسألني عن الوزن بتاعه، هو يعني الفسختين كيلو بصراحة مش اقل من كده. يعني انا ده رأيي، ده وجهة نظري انا، يمكن حد له وجهة نظر تاني تحترم طبعا، بس هو اللي مش اقل من ايه الاتنين يعملوا كيلو. ممكن نزود طبعا، كل ما زودتي بيبقى افضل طبعا، بتاخدي منه الطعم وبتاخدي منه يعني اللحمة بتاعته كده بتبقى حلوة كده وحلوة ومليانة كل ما تعلي بالوزن بتاعه. انما الصغير بحس ان هو مش بيبقى فيه حاجة. بصوا بتلمع ازاي، بصوا الزبدة اللي نازلة منه كده يعني تحسي فيه مادة دهنية كده
نازلة منه جميل قوي، جميل قوي ما شاء الله. بصوا بتلمع وجميلة وزي الزبدة بصراحة يا جماعة. انا عايزاكم تجربوه، لايك وشير معايا يلا عشان الكل يشوف ويستفيد. جبنا بقى السيرفيس بتاعنا وحطينا فيه رفعنا عليه الفسيخ بتاعنا كده، وهاتي بقى حاجتك بقى ويلا هنشوف بقى. يعني خلاص كده احنا خلصنا عملية التنظيف بتاعتنا، ما خدتش اي حاجة. وهنشيل الورقة دي بصوا ولا كأننا عملنا اي حاجة اهو. بصوا بالمعلقة بقى كده، وحاولي تمسكي كده. بصوا يعني مش عايزة اقول لكم طعمه، يعني انا مش عايزة اقول لكم ده انا عملت ايه، بس يلا الحمد لله. فالحمد لله كان طعمه تحفة جدا. وترانشات الليمون بتاعتك معاكي، ويلا زوقي الطبق بتاعك واعصري ليمون كده عليه بيبقى حلو. طبعا بيحبوا، طبعا في ناس تحب تاكل معاه الطحينة، تعمل سلطة طحينة كده خفيفة بدون بقى يعني سلطة الطحينة الرسمية، لا طحينة كده تحركيها بشوية مية مع رشة كمون، بتهدي الدنيا شوية للناس اللي هما بيحبوا ايه يعني يلطفوا مع موضوع الفسيخ ده معاهم. تمام. هنا خلاص بنلم بقى الصار بتاعتنا كلنا ولا كأننا عملنا اي حاجة خالص. ومعانا كده بقى ايه، خلاص كده بنحضر بقى ايه الفسيخ بتاعنا والحاجة بتاعتنا اللي هناكل معاها الفسيخ. خلاص بنجيب طبق كده وهنبدأ بقى نجهز الخضار. اجيب العيش بخس بصل، ده اساسي مع الفسيخ، والف هنا والشفا يا رب. وعايزاكم تجربوه تقولوا رايكم فيه ايه، ولايك وشير معايا، والف هنا وشفا يا رب. بصوا تحفة 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 ما شاء الله ما شاء الله.